وحنون مع اخوانه ومع قبيلته ومع من يرافقه من زملائه. طيب، ولا انكرنا عليه اي انحراف ولا على اي شيء ابدا. كان ولد طيب، وهنا في دراسته درس ابتدائي ومتوسط وثانوي، وشاطر شاطر. عندي ملف كامل شهادات تفوق وامتياز في الدروس، وراح بتاعت نيوزيلندا، وشاطر في الدراسة هناك في نيوزيلندا. ولكن تبين هذا ما حصل، الحمد لله على كل حال. ما كان عليه أي ملاحظة في وجوده عندي من دون شيء لما سافر نيوزيلندا في السنة الأخيرة، وبعد سنة لما دخل سوريا. هذا اللي عندي. المغاربة عنده في الصورة وهو في نيوزيلندا، وعندي علم من زملائه أنه كان يدرس وياهم في نفس الجامعة، ولا حقق المقصد المغاربة. تصور أنها راحت سوريا أول ما قال الناس كان المغاربة. من هذا عرفت أنهم هم غيروا الله لا فرق فيه، حسبي الله عليهم لا نعم. صلى الله ياخذ جزاء. والد طايع الصيعري رغم هول الصدمة إلا أنه لم يتردد بالإبلاغ عن 2 من أبنائه فور انضمامهم إلى الجماعات الإرهابية. هلا بعدين حصل خبر من ما سألناه إلى في سوريا كيف عبرت، قال عبرت واحد في تركيا، ومن بعد دخلت سوريا وكلم احنا قال حاولنا بأي طريقة، حاولنا درب سعادة قبل ما تدخل في المشاكل، ارجع تركيا وتعال، ما عندك مسألة نرسل لك تلك نعطيك رقمها وعيد تعال. عيد قال ما برجع يا ولد زحفنا من نصحه ومن منصوح له ومن محاولات له، تركناه وشأنه. وبعد سنة اتصل وانا بتزوج في سوريا، تكلمنا اتزوج الرجال، وبعد سنة عنه جاء ولد في سوريا، وتفاجئت الا بالاسم انهم طلعوه في قائمة 9 المطلوبين. صعقت، كيف جاء؟ دخل المملكة العربية السعودية، ما بأي جهة دخلها، منين جاء؟ والله أنا احترت. أنا أفكر إنه في سوريا جاء ولد في سوريا وبيعيش في سوريا ولا بيموت هناك ويروح خيره وشره في سوريا. زملائه وكانوا متأثرين بالوضع في سوريا، بداية الأحداث في سوريا والجهاد، وتعرف صارت شوشرة إعلامية عن الجهاد وما الجهاد، وكثير ناس راحوا، وكان أخوي متأثر بهذا الشيء، وبرضه اللي زادوا تأثير زملائه اللي معه في نيوزيلندا. فبدال ما يجينا في إجازته لا، راح لسوريا بحكم التأثر اللي عنده، جهاد وما جهاد، وكان يعني جهاد إعلامي، ما في جهاد، وللأمر ما أذن به، وأبوه وأمه ما أذنوا له بالجهاد، بس كان حماس شباب ويمكن، وراح لسوريا. تخيل أنه كان في سوريا فجأة أخوك يطلع في التلفزيون مطلوب أمني، يعني كيف بيكون وضعك؟ شيء يصعق يعني. تأثر الوالد، تأثر كلنا، تأثرنا صراحة. أنا كنت في الدوام جاني الخبر وطلعت على طول من الدوام جيت البيت، متأثرين جميعنا، كلنا متأثرين. خلاص يعني كيف جاء السعودية هو وأنا خابره في سوريا، يعني يمكن 3 سنوات في سوريا أو 2 فجأة يطلع في التلفزيون قائمة المطلوبين إرهابيا. شيء أكيد يعني تأثرنا نفسيا، حتى في تعبنا نفسيا، عرفنا أن أخوي مطلوب إرهابي. شيء أثر في حياتنا الاجتماعية حتى. جميل، ولكن الحمد لله يوم رجال الأمن سلموا منه. أسرة طالب سالم الصيعري استشهد وهو يدافع عن وطنه، يعني سبحان الله. شوف الابتلاء اللي جانا كيف، أخ يموت شهيد دفاعا عن وطنه في حرس حدود في الرقعي، وأخ يموت وهو إرهابي ويسوي أشياء تخل في استقرار وأمن الوطن.